السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات قناة أكلات مطبخ مزيكا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم، وصفة السمك البوري المحشي في الفرن. طبعا قبل ما نعمل أي حاجة عايزين نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وكمان ما تنسوش الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس عشان نكتر أسرتنا في قناة أكلات مطبخ مزيكا. بس يلا بينا على المكونات. المكونات زي ما انتم شايفين 4 سمكات بوري. طبعا تبلتهم في الاول كده بتوم وكزبره وملح وظبطت كده اللي هو التتبيله وتوم اللي هو بسيبها الاول شويه. طبعا معايا جزر مبشور، كميه بقى حسب ما انت عايز، بتحب الجزر او غيره. بعد كده معايا فلفل الوان او مشكل ايا كان، احمر او اخضر، لو عندك اصفر مفيش مشكله. عندي كمان قوطه مقطعه صغير برضو، وعندي بصل مقطع برضو، وعندي صلصه معلقه صلصه، وعندي هنا تتبيله كده بتاعتي بقى اللي هي الكزبره على الثوم على الحاجات بتاعتي بتاعت التوابل كده الجميله، واعملها مع بعض. يلا بينا نبدا نحشي مع بعض. بس قبل ما نحشي هنعمل التتبيله بقى. هبدا اضيف الجزر وهحط على طول الفلفل، وكمان هضيف القوطه، وهحط البصل، وهحط معلقه الصلصه والتوابل بتاعتي بالثوم اللي هي الكزبره والكمون. بعد كده ببدا اقلب كويس عشان تتجانس. وطبعا معلقه الصلصه اللي انتوا خدتوا بالكم وانا بحطها، قصدت احط ليه معلقه صلصه لان دي هتدي لون احمر كده جميل، لون سوا جميل للحم بتاع البوري من جوه، لان الحشو لما تحط فيه صلصه او اي لون كده احمر يظبطه ويديك طعم حتى جميل. بعد ما بقلب كويس كده عشان طبعا التتبيله تتجانس مع بعض ويبقى كل حاجه واخده الطعم واحد، ما ينفعش حته غير حته، لا عايز كله حاجه واحده عشان الطعم بتاع التوم والحاجه. بعد ما بقلب بجيب بقى السمك بتاعي، بس قبل كده بكون محضر صينيه عايز اوريها لكم اللي هي بحط فيها في الارضيه بصل وقوطه متقطعه، وهبدا بقى امسك سمكه واحده واحده احشي قدامك اهو. طبعا بملى عشان كل واحدة تاخد الحق بتاعها في الحشو، وكمان الطعم لان الطعم مهم جدا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ببدأ ارص بقى، وادي التانية كمان احشي برضو كويس، بملى عشان تبقى كل واحدة واخدة حقها. طبعا لو انت عايز تحط فلفل حراق دي بترجع ليك، او لو عايز تحط شطة، لكن انا عن نفسي بفضل ان يبقى حاجة هادية، عشان والله اللي عايز، افرض انا عايز الناس مش عايزين الحراق، ممكن كل واحد ياكل حاجة حراقة مع نفسه. بعمل بعد كده السمكة التالتة كمان. طبعا فكرة مقاس السمك انك ممكن تلاقي واحدة صغيرة بوري او كبيرة، لان حسب الوزن اللي انت جايبه، فما فيش مشكلة يعني، كله بيؤدي الغرض. بعمل بعد كده اخر واحدة بعد طبعا ما برص حاجتي عشان يبقى في مكان ياخد ويساع كل السمك بتاعي. بحط بقى الحشو. طبعا واحد دلوقتي هيقول لي انا شايف حشو فايض عندك، ما تقلقش، الحشو ده هبدأ اعمل له تشميعة من فوق وارصه من فوق السمك عشان برضو يطعم السمك من فوق، لان برضو الحشو ده انت هتاكله مش بترميه، لان طعمه بيبقى جميل جدا. وان شاء الله لما تجربوها تعجبكم، وان شاء الله تكون طعمها جميل وبالهنا والشفا على قلوبكم. او زي ما انتم شايفين همسك بقى، هقرب لكم بس الصينيه، وامسك الحشو واحط بقى من فوق كده، وزي ما بيقولوا ادفسه كده، ادفس السمك بقى، بدفس وبحط بقى كل الكميه زي ما انا عايز كده، منها بتدي طعم للسمك، منها ببقى استخدمت كل الحشو وبستفيد بيه لما باجي اكل. احط في كل الاماكن اهو عشان ابقى حطيت كل الحشو اللي عندي، بنفض بالاخر كل الحشو اللي عندي عشان يبقى استخدمته، حتى لو فايض حبه كده بنزلهم، كل ده بنزله. بعد كده
هاخد بقى السمك ده وادخله الفرن على درجة حرارة متوسطة واسيبه لحد ما يستوي، عقبال ما اكون بقى عملت الرز وعملت السلطه واجي لكم في اللقطه النهائيه. وطبعا ممكن ادي عصره ليمونه او شويه ليمون كده يدوا برضو طعم. استنوني في الشكل النهائي. ودلوقتي ده الشكل النهائي بعد ما استوى السمك زي ما انتم شايفين كده، والتتبيله بتاعته والحشو اللي كان حاطه من فوق. طبعا نزل العصاره بتاعته الجميله دي. طبعا هنا بقى بيكون الطعم حلو بقى لان كله استوى في بعضه وخد كده مع التتبيله بقى الطعم جميل. معاه عملت شوية رز زي ما انتم شايفين بالكركم، رز كده ايه برضو يدي طعم. في بيحب الرز ابو بصل، في بيحب ابو كركم، في يحب ابو شعرية. انا حبيت اعمله ابو كركم. وعملت شوية سلطة بلدي حلوين كده يكملوا مع الاكلة. طبعا سلطة عادية جدا، الخيار مع القوطة مع الجرجير مع بقدونس. وده الشكل النهائي زي ما قلت لكم للسمك. يا رب يعجبكم ويا رب وصفاتنا واكلاتنا تكون عند حسن ظنكم ودايما تعجبكم. وما تنسوناش بالاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب. ودايما في اكلات ووصفات جديده في قناه اكلات مطبخ مزيكا. اشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.